إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. عنوان هذه الحلقة اليوم: وحدة المسلمين في إريتريا، ماذا تعني وكيف تفهم؟ عنوان ضخم وكبير يتطلب منا أن نستمع إلى هذه الحلقة بعمق. نحن معاشر الإريتريين 10 قبائل في إريتريا، حسب النظام الإريتري 9 قبائل، وحسب الواقع 10 قبائل. هذه القبائل معظمها مسلمون، أو على الأقل بعض القبائل فيها أقليات إسلامية. هؤلاء المسلمين يهمهم أن يتحدوا، فما الذي يوحدهم؟ وماذا يعني وحدتهم؟ وهل هم في الواقع على قلب رجل واحد، أو على الأقل هل بينهم تواد وتوافق وتراحم؟ ما هي الوسائل التي توحدهم؟ كيف عمل النظام في هذا الباب؟ هل كان النظام سببا في توحدهم وتآلفهم؟ النظام ما الوسائل التي اتخذها في وحدة الشعب الإريتري؟ شعاره عوتنا حفاش، النصر للجماهير. فهل تحقق هذا فعلا؟ هل كانت وحدة المسلمين مع وحدة المسيحيين وحدة واحدة؟ ينظر النظام إلى الجميع على مسافة واحدة؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، شيخنا وتاج راسنا، الباحث في القرن الأفريقي والباحث في إريتريا وهمومها وغمومها. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا. موضوعنا اليوم عظيم. قال الله تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف رأى الإسلام في وجوب وحدة المسلمين؟ وكيف كان عهد الصحابة قبل الإسلام وبعد الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن وحدة الأمة واعتصامها بكتاب ربها وعدم تفرقها أصل من أصول الدين، وليس أمرا سهلا. ولكن سبحان الله، معظم الآيات التي تتحدث عن الاعتصام وتتحدث عن الوحدة وعدم التفرق تلاحظ بأنها تبدأ بأصل عظيم جدا، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وكأنما ما يؤدي إلى التفرقة وما يؤدي إلى الشتات وما هو غياب تقوى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في سورة آل عمران التي بدأت بها بقوله: واعتصموا بحبل الله، فتحت بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآيات سبحان الله أصل عظيم من أصول الوحدة والاعتصام، وأن يكون القصد هو عبادة الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون عن الإثم والعدوان، وتحديد ركائز هذا التصور الإيماني، قضية أنه لماذا نعتصم بحبل الله، لماذا نكون متماسكين؟ لأن هذه الحياة القائمة على الاستخلاف والقائمة على العمران في الأرض والقائمة على التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل، لا يمكن أن يكون للباطل صولته وجولته ودولته، ولا يكون لأهل الحق صولتهم وجولتهم ودولتهم. طبيعة الحال تأبى الرماح إذا اجتمعنا تفرقا، وإذا إذا اختلفت أحادا. أي نعم نعم. تفرقت أحد. فالشاهد هنا
بأن مسألة الشريعة في إطارها الجمعي، خلينا نقول في إطارها الجمعي، الإمام ابن عاشور عليه رحمة الله التونسي المالكي، وهو من المعاصرين طبعا المعاصرين، قال أعظم مقصد من مقاصد الشريعة، طبعا مقاصد الشريعة معروفة التي حددها أهل الأصول اللي هي حماية الدين وحماية كذا، المقاصد الخمس، لكن أضاف لها مقصدا جامعا يقول: والمقصد الكلي على المستوى الجمعي هو قوة الأمة وتماسكها وهيبتها وعزتها وكرامتها. ولن تتحقق بطبيعة الحال هذه المسألة إذا كان الناس تفرقوا وصار كل يغني على ليلاه، أيا كانت هذه الليلة، كانت وطنا أو كانت مذهبا أو كانت عقيدة محددة أو كانت طريقة معينة أو كان حزبا سياسيا، فإن أي شكل من أشكال التفرق الذي ينقل الناس من مفهوم الأخوة الدينية إلى مفاهيم الأخوة الأخرى، فإن ذلك بطبيعة الحال سيؤدي إلى ضعف الأمة وضعف تماسكها وضعف اتصامها. ولذلك كان من أعظم النعم التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تذكيرهم بنعمة الإخاء وتذكيرهم بنعمة القوة بسبب ذلك. واذكروا إذ كنتم قليلا، اذكروا نعمة الله إذ كنتم قليلا في سورة مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم برزقه ورزقكم من الطيبات. وهنا أيضا يقول الله: واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا نحن يا شيخ برهان أمام نصوص حقيقة كثيرة جدا تحث على الاعتصام، تحث على الوحدة، تحث على التناصر. وإذا أردنا أن نقول بأن والله أين نضع هذا الأصل، نضعه مباشرة بعد توحيد الله تبارك وتعالى. يعني توحيد الله هو الولاية العقدية الإيمانية، والاعتصام بحبل الله هو التوحيد القائم على توحيد الأمة بناء على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. جميل. ما هي الوسائل التي مثلا توحد صفوف المسلمين في إريتريا؟ بمعنى يعني نحن إلهنا واحد، نعم، وكتابنا واحد، ونبينا واحد. إذن هذه الأمور الثلاثة نعم تجعلنا أمة واحدة، نعم، ولا تفرق بيننا أبدا. لكن قبل أن ندخل في الواقع، لو تحدثنا عن هذه الوسائل الثلاثة التي تجعل منا من يتزوج يعني بعضنا بعضا، من يزوج بعضنا بعضا، التي تجعلنا أيضا أن نحب بعضنا بعضا ونقوي بعضنا بعضا. المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، تقوى هنا إلى آخر الحديث. لو تحدثنا عن هذه النقطة ثم سندخل بعد ذلك واقع الشعب الإريتري. نعم، الله يجزيك الخير. هو أنت ذكرت حقيقة 3 أصول مهمة جدا، ولكن اللي هو وحدة العقيدة يدخل فيها وحدة الإيمان بالله، ووحدة الإيمان برسول الله كرسول، ووحدة الإيمان بالقرآن كرسالة. إذن هذا أصل عقدي. إذن نجد أن المسلمين أعظم أساس يلتقون عليه هو هذا الجانب، هذا الأصل الأول. يتفرع عن ذلك هذا التصور، تتفرع عنه ما يسمى بمسألة التصورات، تتفرع عنها التصرفات، أو المفاهيم والتصورات تتفرع عنها التصرفات، أي التصرفات اللي هي جوانب العمل. فتجد أن المسلمين يتجهون بناء على تصوراتهم نحو العمل النافع، نحو العمل الذي يكون مفيد، العمل الصالح الذي يكون مفيدا في هذه الحياة. فتجد أعمالهم نابعة من كتاب ربهم، نابعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نافعة للخلق، مؤدية إلى الاستخلاف في الأرض وإلى العمران هذه الأرض التي أمر الله تبارك وتعالى. إذا نحن متحدون في العقيدة، متحدون في العمل، متحدون كذلك في المصير في المصدر والمرجعية، اللي هو مسألة الكتاب. كل المسلمين لو قلت لهم ما هي المرجعية التي تستندون إليها، يقول لك الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ستجد أن المسلمين بهذا التصور سيكونوا أيضا متحدين في الهدف. ما هو هدفكم في الحياة؟ والله أن نعبد الله وأن تكون حاكمية الشريعة في الأرض كده. يعني أي مسلم ينطلق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنالك غايتان أساسيتان في كتاب الله حددهما القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهنا عبادة الله التي تقوم عليها العلاقة مع الله،
والرحمة هي عملية الخير التي تتفرع عن مفهوم الرحمة الواسع في الحياة، فيكون الهدف الذي يسعى إليه المؤمن في حياته، ويفترض أي مسلم في إريتريا يكون هذا هدفه، أن تتحقق له عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون مفتونا في دينه، ولا يكون كذلك محجور عليه أن يحكم شريعته التي هي بطبيعة الحال شريعة الرحمة. ستلاحظ أيضا يتفرع عن كل ذلك ما يسميه الآن علماء الاجتماع وحدة الثقافة والأخلاق. غالبا إذا التزم المسلمون بكتابهم ستجد أن الثقافة التي ينتجونها والأعراف التي ينتجونها لن تكون مخالفة لكتاب ربي، فيسمى هنا الوحدة الثقافية. لو ذهبت الآن إلى معظم أقاليم المسلمين مثلا، يفترض في الوضع الطبيعي أنه ما يتعاطون الخمر مثلا ثقافة، بالنسبة هذا دينهم وهذا عقيدتهم. لا يشربون الخمور، ولا تكون مثلا دور مواقع الخمور متاحة في كل المواقع. يفترض أن لا تكون بيوت الربا أو كما يقولون بنوك الربا مثلا هي التي تسود في البيوع الحرام مثلا، لا تكون. فالثقافة هنا هي عبارة عن الخيارات المجتمعية فيما يتعلق بتصوراتهم للكون والحياة وعلاقاتهم البينية، فثقافتهم أيضا ستجد أنها ثقافة ينتج عن كل ذلك يا شيخنا وحدة المشاعر. مشاعرهم سبحان الله إذا انطلقوا من التصورات العقائدية الصحيحة والالتزام بالكتاب والسنة، ستجد أن المشاعر نفسها تتجه في اتجاه واحد. وهنا أضيف إلى المشاعر أيضا قضية المصير مشترك يا شيخ برهان. لاحظ الآن أي بلد من البلدان فيها أقلية مستضعفة، لن تجد والله في واحد ما شاء الله من هذه الأقلية ماخذ راحته والبقية معذب، لا، ستجد نفسك معذب مع هؤلاء. يعني مهما كان، إلا أن يكون والعياذ بالله الإنسان عبد الدينار أو عبد الدرهم أو عبد الوظيفة أو عبد كذا، كما كان حال قارون عليه لعين الله المتتالية، كيف أنه من بني إسرائيل ولكنه انحاز إلى السلطة الظالمة. وكثير من رجال المال ينحازون إلى السلطات الظالمة ويتخلون عن قومهم ويتخلون عن أديانهم ويتخلون عن من ينتسبون إليهم. فعلى كل هذه أصول أساسية شيخنا فيما يتعلق بالأساس العقائدي الذي نحن ننتسب إليه سويا، ولكن خلاصتها كما تفضلت هذا الثلاثي اللي هو وحدة العقيدة، وحدة الرسول، وحدة القبلة، وحدة الرسالة، تنبع عنها بطبيعة الحال كل التصرفات الأخرى التي يعني تحدثت عنها. فيما يتعلق بالطريق، كيف يمكن أن نحقق طبيعة الحال هذه الحالة الجامعة؟ لن نستطيع أن نحقق الوحدة التي نصبو إليها إلا إذا كان علمنا أهمية الوحدة وأدركنا مخاطر التفرق، لأن هذا المدخل الأساس فيما يتعلق بأنه والله أي إنسان يجهل شيء أو لا يعطيه القدر الكافي حتى في العلاقة مع الله، دعك في العلاقة البينية، حتى في العلاقة مع الله، إذا الشخص جهل الله وما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ولا انتمى إليه انتماء إيمانيا صادقا، فإن العلاقة مع الله تكون مختلة. بنفس الطريق الذي لا يدرك أهمية الوحدة وكون فيها العزة وفيها الكرامة وفيها القوة وفيها الانتصار على كثير من التحديات التي تواجه الإنسان في حياته، وفيها كذلك إثبات الحقوق، ونحن في مجتمعات متدافعة بطبيعة الحال. المجتمعات اليوم في كثير من الدول هي فيها تعددية هائلة، وبالتالي إذا لم يكن هنالك وحدة وتماسك وتجاوز لإشكالاتنا البينية أيا كانت هذه الإشكالات، فإن النتيجة ستكون الضعف والهوان وانتصار الطرف الذي أنت على الأقل يصارعك الآن في ساحة الدولة. النقطة الثانية أيضا من الأشياء التي تعزز فكرة الوحدة، العمل فيما نسميه بفروض الكفايات، وناس السياسة يسموه بالمشتركات. هنالك الكثير من المشتركات الدينية بيننا والمشتركات حتى الدنيوية بيننا. فأمامنا مثلا أنت الآن تكلمت عن وجود سلطة سياسية ظالمة مثلا في بلد ما، وإريتريا اليوم تقريبا تكاد تسيطر في هذه السلة الظالمة التي طغت في البلاد وأفسدت فيها وشتتت الشباب وسجنت العلماء وتحاصر مراكز تحفيظ القرآن. فإن هذه الأمور لا يمكن أن تؤدي إلى أنه نحن نكون مؤثرين في الميدان إلا بأن نشترك في فروض الكفايات. فروض الكفايات كثيرة، منها الجهاد في سبيل الله، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها أن ندافع عن المعتقلين والسجناء، هذا فرض من فروض الكفايات التي لا تسقط. طبعا فروض الكفايات عندما نقول لا ينتهي فرض الكفاية إلا بأن يؤدى على أحسن وجه وتتحقق نتيجته. ولو اعتبرنا مثلا إخراج السجناء والمعتقلين والدعاة اللي أخذوا سنوات طويلة، اعتبرنا هذا باب من أبواب فروض الكفايات، لا يسقط عن الشعب الإريتري المسلم إلا أن يخرج آخر سجين في سجون
النظام. الطغيان صحيح. وهكذا إذا اعتبرنا مثلا الدفاع عن مراكز تحفيظ القرآن وجعلنا هذا مشروع مشاريع فروض الكفايات، لا يمكن أن يتحقق إلا أن ترفع الدولة يدها تماما عن أي شكل من أشكال التسلط والطغيان والحرمان للمسلمين في حقوقهم وهكذا. ففروع الكفايات من أوسع الأبواب التي تؤدي الناس إلى أن يلتقوا في قضايا كبيرة. للأسف الشديد نحن نغفل عن القضايا الكبيرة وننشغل بكثير من التفاصيل والصغائر التي ربما تؤدي بنا إلى المشكلات. أيضا الوعي بالأعداء، هذا الباب مهم جدا. الله عز وجل يقول والله أعلم بأعدائكم. الله أعلم. ولما يقول الله تبارك وتعالى والله أعلم بأعدائكم، ما يترك الله القضايا إجمالية بلا بيان. من هم الأعداء يا ربي؟ الأعداء هم اليهود، الأعداء هم النصارى، الأعداء هم المنافقون. فستجد تفصيل هائل في المنافقين، صحيح، وتفصيل هائل في أهل الكتاب الذين ضلوا من يهود ونصارى. فالله عز وجل يكشف لك المشهد كاملا. كيف؟ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سبحان الله، أنا كثيرا ما كنت أقول الله عز وجل عندما يقول والله أعلم بأعدائكم يجب أن تعود مباشرة إلى من هم هؤلاء الأعداء. طبعا على المستوى الشخصي سيقول لك والله النفس عدو، الشيطان عدو، الأخلاء الضالون أعداء. هذا على المستوى الخاص حتى داخل لأن المسلم يصارع شيطانه أولا ينتصر بعد ذلك على أعدائه. فالمهزوم داخليا، المهزوم شيطانيا والمهزوم نفسيا ومغلوب على أمره في المعاصي لا يمكن أن ينتصر على أعدائه. هذه سنة طبعا معروفة. لكن بعد أن يبدأ بهذا ينطلق مباشرة إلى أعداء الخارجيين. من هم هؤلاء؟ اليهود، النصارى، المنافقون، الكفار الأصليون. كل هؤلاء يشكلون بالنسبة لك أنت عدو، ويجب أن تنتبه لهذه العداوة. طيب، جزاكم الله خيرا على هذا البيان. نحن في إريتريا حسب التقارير وحسب التاريخ، يعني حسب ما يذكره المؤرخون وكذلك حسب ما يذكره أيضا الصحفيون وغيرهم، نحن 10 قبائل. النظام يعترف ب9 ويبعد العاشر. وهذه القبائل نبدأ بقبيلة التجرينيا. وطبعا النظام يسميها القوميات عشان برضو المصطلح يكون قوميات وليس قبائل، لأن القبائل دي بلا عدد، يعني قبائل تلقى القومية الواحدة فيها 50 قبيلة. أي نعم، القوميات قوميات. ما الفرق بين القومية والقبيلة؟ هو هذه واحدة من الإشكالات. طبعا القومية أوسع من القبيلة. يعني الآن التجري مثلا، التجري هو يقول التجري قومية، لكن تحت التجري ستجد قبائل هائلة جدا. ثم القومية نفسها في التعريف الاجتماعي محل خلاف. هو اعتمد عامل واحد اللي هو عامل اللسان، فقسم الناس على أساس لسانهم، على أساس ألسنتهم. بينما لما تأتي إلى كثير من المواقع الأخرى اليوم، مثلا القومية العربية، صحيح اللسان فيها حاضر، لكن داخل فيها الثقافة وداخل فيها الدين وداخل في مجموعة أشياء والقبائل وغيرها، هذه كلها صحيح تدخل. وبالتالي القبائل لا يمكن أن نجعل اللسان فقط هو هو الحاكم في قضية ولكنه هو مخطئ هنا. هو على كل مخطئ. لأن معظم هذه القبائل أصلا لسانها الأساسي هو عربي. هو على كل حاليا يعتبر هذه ألسن موجودة باختلافها بنى عليها فكرة القومية. لكن ليتجنب أيضا حتى تكون الصورة للمشاهد واضحة، ليتجنب الاستحقاقات السياسية، حتى لا تقول القومية والله أنا عندي حق ثقافي. جميل، هذا الطرح جميل. على كل حال الآن هي قوميات، على خلينا نسميها كما يسميها هو قوميات. نعم. قومية التجرينيا. أيوه. وهؤلاء نصارى. منهم الأرثوذكس يبدو لهم الأكثرية. نعم. وهناك يوجد منهم، لو تعطينا نبذة عن هؤلاء خفيفة. تفضل. طبعا بالنسبة للتجرينيا يعني تتوحد لسانا اللي هي لسانها التجرينيا، وإلى حد كبير تتوحد ديانة. فالغالب في النصارى أيضا ستلاحظ بأن الأرثوذكسية هي الغالبة فيهم. ربما حتى المذاهب الأخرى ستلاحظ بأنها تنتشر في المجموعات الأخرى، فيهم قلة لكنها ليست فيلتقون في الجغرافيا، فغالبا يتواجدون في الأقاليم الثلاثة اللي هو إقليم حماسيا وسرايا وكلوغوزاي.
ويلتقون في اللغة، ويلتقون كذلك في الديانة، فديانتهم مسيحية. دي بالنسبة لقومية التجرينية. هي الآن القومية على كلنا الحاكمة في البلد منذ أن وصل النظام إلى السلطة. تكرست هذه القومية، كرست في يدها السلطة، وكرست في يدها الثروة، وكرست في يدها النفوذ والقوة إلى غير ذلك. على كل تعتبر هي الآن التي تسيطر وتسطو على الكل، لها منظور على كل وفهم معين حتى برضو يكون المشاهد واضح. فهمها للوحدة، هل هي والله ترى وحدة الدولة الإريترية؟ نقول نعم ترى وحدة الدولة الإريترية. هل ترى وحدة الشعب الإريتري؟ نقول نعم ترى وحدة الشعب، لكن بمفهومها. فهي مفهومة أن يندمج الكل في حالتها هي. وبالتالي ستجد أن معسكر ساوا مثلا هي لا تقول بأن بقية القوميات لا أعترف بلغاتكم، لكن عمليا النظام كله، التدريب والتعليم والتعاملات اليومية في الدولة كلها حاصرها في طرف لغة واحدة. وبالتالي طيب إيش بقية القوميات هذه وضعها؟ يقول لك والله هذه لغاتهم رسمية. نعم لغاتهم رسمية. إيش دورهم طيب في أجهزة الدولة؟ يعني أنت ما دام هي لغة رسمية وأنت معتبر أن هذه اللغة، لأنه إلى هذه اللحظة النظام لا يعترف بلغة رسمية واحدة. يعني لا يقول بأن التجرينية لغة رسمية، ولا يقول العربية هي لغة رسمية. هذه إشكالية طبعا كبيرة جدا، لأن البرلمان الإريتري لكن بياناتهم وأمورهم وإذاعاتهم وأشياءهم باللغة التجرينية. هو عمليا قفز إلى هذه المساحة. نعم. ليش أقول لك هذه رؤيته؟ هو يرى الاندماج، حادي حزبي حادي لبي، يعني شعب واحد وقلب واحد. كويس معك؟ فهم بالنسبة لهم يرون يجب أن نكون على قلب واحد وعلى لغة واحدة كذا. كيف نكون ذلك؟ بأنك أنت والله تنتقل من ثقافتك ولغتك ولسانك وهويتك الخاصة إلى أن تندمج في الهوية الوطنية التي حددها النظام سلفا. حدد النظام بأنه والله شكل الدولة، برنامج الدولة، دين الدولة، حدده النظام عمليا. نعم. جميل. طيب إذا استفدنا أن قومية التجرينية هم قومية الأرثوذكس غالبا. نعم. مع وجود بقية نعم. الفرق النصرانية كالبروتستانت ومن غيرهم والبنتي اللي هو الكاثوليك. أنا لا أعرف حقيقة الكاثوليك الذين أيضا موجودين. جميل. القبيلة الثانية التجري. نعم. وهم غالبيتهم مسلمون. نعم صحيح. بنسبة كم تعطيهم؟ فوق 90% مسلمين على كل. فوق 90%. التجري فوق 90. أين مناطقهم؟ التجري ممتدين من البحر إلى الحدود، يعني من البحر الأحمر، من مناطق مصوع وانت ماشي إلى أن تصل الحدود السودانية. هذه يعني كلها بني عامر. وإلى أن تصل الحدود الأريترية شمالا باتجاه البحر الأحمر اللي هو بورسودان. هذه المنطقة كلها ناطقة بلغة التجري. فيها الناطقين بلغة التجري بشكل كبير. جميل. بعد ذاك نأتي إلى من بداخلهم، لكن التجري تعتبر امتدادها منتشرين في الساحل والغرب والشمال والوسط. وسط أيضا. إريتريا وشمال إريتريا وشرق إريتريا وغرب إريتريا. على مستوى الجغرافيا تكاد تكون الجغرافيا الأكبر من إريتريا، يعني يسكنها هؤلاء. على مستوى القبائل طبعا قبائل لا تستطيع أن تعدها الآن، يعني قبائل كثيرة جدا. جميل. البني عامر فيها كميات هائلة، الماريا فيها كميات، المنسى، الجوك، الرشايدة. أيوة الرشائدة طبعا مسلمون 100%. مسلمون 100%، وقومية ناطقة بالعربية كلغة وهي من أحدث القبائل طبعا التحاقا بالمكون الأريتري، كما هي الحالة على كل. أين يوجدون الرشايدة؟ هؤلاء يتواجدون كان في البدايات يتواجدوا في الساحل عموما، الساحل الشمالي والساحل الشرقي، ولكن اليوم يمتد وجودهم إلى الحدود السودانية ليدخلوا إلى السودان ويكونوا أيضا من مكونات شرق السودان. والنظام يعتبر المجموعة العربية الوحيدة اللي مصنفها بأنها تنتسب إلى العرب هذه القومية فقط. وبالتالي كلسان هو لا يعترف، لأنه أي شخص آخر يحيلك إلى قوميتك ولا يعترف بك لتكون جزء من هذه القومية. الجبرتة طبعا النظام لا يعترف بهم كقومية. نعم. لا يعترف. ويضمهم إلى التجرينية. مسلمون 100%. مسلمون 100%. وهم طبعا يتمسكون بأن عامل الدين وعامل الثقافة وعامل ربما حتى الانتماء الخاص بهم كناحية اجتماعية هذا أقوى عندهم من عامل اللغة. نعم. فيقولوا بأنه لا يمكن أنت والله تدمجني إدماجا في شيء أنا ما مقتنع به بس بحجة اللسان. طيب أنا ما في اللسان، لساني نفسه أيضا
الألسن نفسها ليست حالة واحدة. اللسان الإسلامي الجبرتي ستجد فيه مفردات هائلة جدا وكثيرة تختلف عن مفردات اللغة عند التجرنجة. نعم. فهو يقول لك حتى في اللغة أنا عندي إشكال، الديانة أنا عندي إشكال، فما الذي يجعل والعادات عندي إشكال، فأشياء كثيرة في جدا، أشكال كثيرة جدا نعم. يختلف. نعم. لكن جميل. هو شيخ برهان الآن طبعا بإدخاله عنصر الجبرتة ومكون الجبرتة في إطار قومية التجرنجة يجعل القومية الأكبر في إريتريا بلا نزاع. أيوة، إذا أدخلت أنت هذه اللي خلاص أنت كسحت كل القوميات، ولذلك هو يقول الآن القومية الأكبر. أكبر بهذا الاعتبار أنت لما نعم. لكن لو خرجت قومية الجبرتة وصارت قومية لحالها بهذا مع صحيح. أنه أنا إلى الآن صراحة قضية القوميات عندي فيها كثير من الكلام، لكن خلينا نقول قبيلة الجبرتة إذا انفردت لحالها فسوف تكون حالة خاصة ولن تكون بطبيعة الحال، لأنهم يمثلون حقيقة أكثرية ويمثلون طبعا مزاحمين له في أكثر من إقليم، يعني نعم. عندك في حماسين مزاحمين له وفي سرايا مزاحمين له وكميات كبيرة أيضا ليست أعداد بسيطة يعني. ولذلك هو ركز عليهم وأبعدهم عن هذا الموضوع وضمهم إلى التجرنجة ليكون هو الأقوى. نعم. سبحان الله. سبحان الله. القومية التي بعدهم الساهو، ماذا تقول فيهم هؤلاء؟ نعم. الأسود. الله أكبر. الساهو الساهو طبعا الإقليم الأبرز الذي يتواجدون فيه بشكل كبير هو إقليم أكلغوزاي، ولكن لهم امتدادات بطبيعة الحال في العاصمة ولهم امتدادات كذلك في البحر الأحمر. القبائل الأبرز فيهم قبيلة الأساورتة، وفيهم قبيلة المنيفري، وفيهم قبيلة الحزو، وفيهم قبيلة مسلمون طبعا 100% أو غالبا. لا، فيهم حسب ما أعلم فيهم مجموعات بسيطة من النصارى وغالبها يمتد إلى إقليم التجراء، هذه المجموعات النصرانية، لكن الساهو في مجملهم على كل من أهل مسلمون غالبا. نعم. تمام. ذكرت القبائل الأبرز فيهم بطبيعة في مجموعات كثيرة حتى أيضا لا نقمط أحد حقه. جميل. فهنالك الإدة وهنا يعني في مجموعات وعرفوا بالقوة والشجاعة والقوة والتمسك بالإسلام. نعم. ويعيشون طبعا أقوياء في تمسكهم بحقهم وانتمائهم وهويتهم، ما في كلام. العفر. نعم. العفر يسكنون في إقليم دنكاليا كما كان يسمى سابقا، ولهم امتداداتهم في جيبوتي ولهم امتداداتهم في إثيوبيا في إقليم العفر المعروف، وناطقون بلسان خاص بهم اللغة العفرية، ومسلمون 100%. مسلمون 100%. نعم. جميل. أي. البلين أيضا من القبائل التي تسكن إقليم السنحيت، الإقليم أيضا اللي هو الإقليم الأوسط اللي هو فيه مدينة كرن، منطقة كرن مع تقارب ثقافي عربي حبشي. نعم. فيه تقريبا وطبعا البلين فيهم ينقسمون إلى 50% مسلمون 50%. والله على كل الإحصاء قد يكون 60% مسلمين 40%، يعني قد يكون فيهم ليست هناك إحصائية دقيقة. طبعا جميل. حتى أيضا تكون الصورة واضحة هنا ستلاحظ أن مكون البلين حتى وإن اختلف دينيا، وأنا طبعا يعني جدي عليه رحمة الله كان يسكن وسطهم وعاش بينهم وكانت أرضه عليه رحمة الله، وكان والدي يجيد هذه اللغة البلين بحكم السكن. يعني سبحان الله لهم لغة خاصة. لهم لغة البلين، لهم لغة خاصة من أصعب اللغات طبعا. لغات كوشية، هي لغة كوشية. لغات أيوة. كوشية مختلفة عن اللغات السامية. أصولها عربي؟ لا، أصولها كوشية، تأتي من شمال السودان وجنوب مصر، مناطق هذه. البلين الحالة القومية فيهم أكثر من الحالة الدينية، يعني هم ما عندهم مثلا مشكلات دينية فيما بينهم ولا في من جاورهم، فهم في البيئة التي يعيشون فيها يعيشون بسلام وأمان وانتماء إلى نفس الحالة وستجد ما شاء الله التعايش في قمته. يعني البلين معروفين بتعايشهم فيما بينهم وزي ما ذكرت لك الحالة القومية قوية في داخلهم لوجود اللغة، وجود الأعراف، وجود التقاليد، وجود السكن المشترك. فتجد مثلا رغم وجود نصارى فيهم، لكن هؤلاء النصارى أيضا لا ينحازون سياسيا مثلا إلى النصارى في الهضبة، دائما تجدهم مع المنخفضات في قضاياهم أيضا. جميل. قبيلة النارة طبعا وهي القبيلة الثامنة. أيوة، قبيلة يعني تنحدر من أصول أفريقية، كان في السابق يطلق عليهم البارية،
ولكن النظام طبعا بحسب في إشكالات في اللغة بالتجرينيا كلمة البارة تعني إشكال على كل، فاعتمد لهم مسمى النارة، وهم يقطنون في إقليم القاش ويحيطون ب يعني مدينة بارونتو وبحدود سودانية غرب السودان. مجموعة تتسم بالفروسية والشجاعة والبطولة والقتال، يعني عجيب. لهم رموز وطنية كبيرة جدا مثل إبراهيم. غالبيتهم مسلمون؟ كلهم مسلمون، البارية مسلمون. البارية مسلمون 100%؟ البارية مسلمون 100%. ما شاء الله. نعم. الحضارب؟ الحضارب أيضا قومية بجاوية ناطقة بالبداويت، والبداويت هذه اللغة موجودة في السودان اللي ينطق بها الهدندوة والمجموعات البجاوية غير الناطقة بالتجريت، فهذا امتدادهم على كل. ونسبتهم؟ نسبتهم ليست كبيرة لكنهم 100% مسلمون أيضا. 100% مسلمون. 100% مسلمون. نعم. قومية الحضارب. الكنامة؟ الكنامة عليك. الكنامة وهي القبيلة العاشرة أو القومية العاشرة. القومية العاشرة. الكنامة مجموعة إفريقية، مجموعة إفريقية أيضا من الامتداد الأفريقي، وهي فيهم الغالبية وثنية أو الديانات التي يسمونها الديانات الإفريقية، وفيهم مسلمون وفيهم نصارى. وطبعا هنا في مجموعة تدخل في التصنيف بتاعة الحكومة معهم، وهي مجموعة مسلمة 100%، وأنا عشت بينهم، اللي هو مجموعة الإيليت. الإيليت هي عبارة عن مجموعة تسكن إقليم القاش ولها لغتها الخاصة، وهي أيضا عنصر أفريقي، ولكن النظام لم يفردهم كحالة خاصة، اعتبرهم ضمن إيه؟ ضمن الكنامة. فالكنامة بهذا الاعتبار تدخل معها مجموعة الإيليت المسلمة، وتدخل معهم مجموعات من المسلمين. وأنا أعرف أيضا يعني رحمه الله الشيخ أحد مشايخنا يعني يتوفى من إخواننا النارة، كان من المشايخ المهتمين بقضية الدعوة داخل الكنامة. أيوة. وفي نفس الوقت أيضا الكنامة هي يعني متساكنة مع المحيط الذي تعيش فيه في منطقة القاش، وهي من سكان عموما القاش، ولها امتداد طبعا عموما في أثيوبيا، لكنها من المكونات أيضا التي عرفت بشجاعتها وعرفت بفروسيتها وعرفت أيضا بساطتها، فهي مجموعات بسيطة يعني ما ليست. نعم. جميل. هذه هي القوميات الإريترية. هذه القوميات شيخنا العشرة. النظام قبل أن يدخل إلى أسمرة كان يقول يعني يعترف بالقوميات اللي ولها الحقوق ولها كذا. أول قرار شيخنا لما دخل أسمرة خشي بأن هذه القوميات ستطالب بحقوقها السياسية. ما أنت خلاص أنت قلت لأن أول مرسوم أصدره النظام بعد دخوله إلى أسمرة بأن موضوع القوميات فقط حقوق ثقافية كما سماها، وليست حقوق سياسية. حتى ما يجي الكنامي يقول أنا وين في السلطة غير موجود، ولا يجي التجري يقول أنا وين في السلطة لاحظت. فشوف شكل التعامل. طيب إيش حقي؟ ستلاحظ حقك بس إنه يجيبك في التلفزيون الأريتري وقت الرقص وقت الغناء، يجيب لك فنان. بل أحيانا وصلوا الآن إلى مرحلة ممكن حتى الفنانين نفسهم صاروا من التجرية، ونفسه يغني بالبداويت ويغني بالتجري ويغني يقوم بدور يتقمص شخصية المجموعات هذه. فلم تعد للأسف الشديد حتى القوميات في حقوقها الثقافية ما موجودة بالمعنى الذي نتكلم عنه. طيب شيخ حسن، الآن يعني التجري 90% مسلمون، الرشايدة 100% مسلمون، الجبرتة 100%. طبعا هنا بدنا نتجاوزها عشان برضو ما نضيع الحقوق. التجري المجموعة اللي فيها نصارى هي مجموعة المنسع، لكنها دخلت النصرانية فيها في وقت متأخر لما جو الإيطاليين، وجاءت المجموعات السويدية دخلت إلى إقليم اللي هو دخلت إلى مناطق عنسبة ودخلت إلى عيلة برد والمناطق هذه، فدخلت معها الكاثوليكية، فتنصر عدد من أبناء المنسع، وهنا تقريبا دي المجموعة نقدر نقول فيها نصارى. طيب وصلنا عند الجبرتة 100% مسلمون، الساهو 100% مسلمون أو غالبا مسلمون، العفر 100%، البنن 50-50، النارة 100%، الحضارب 100%، الكنامة خليط بين نصارى وبين. نلاحظ هناك نسبتهم مسلمون. لو تحدثنا عن معتقدهم، ما هي المعتقد الذي يؤمنون به والمذهب الذي يعبدون الله عز وجل به؟
وهل هناك يهود في إريتريا؟ لا باختصار. يهود في إريتريا. ها؟ لا يهود في إريتريا. لا يوجد يهود. قولا واحدا لا يوجد ولا يهودي واحد في إريتريا. ما في ما في يهود. ما لهم الفلاشة، ما لهم امتداد في أثيوبيا. ما لهم امتداد. في إريتريا لا توجد ديانة يهودية. الإسلام يعني معظم المسلمين على مذهب أهل السنة والجماعة، وليست هنالك أيضا شيعة مثلا كما نعم على مذهب أهل السنة والجماعة. صنفناهم بالإطار العام نعم. هم على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وفي إطار أهل السنة والجماعة المستوى الفقهي في المالكية، وتكاد تكون غالبية طبعا في إريتريا، هنالك المذهب الشافعي موجود أيضا في مناطق دنكاليا والمناطق هذه، المذهب الحنفي موجود في المرتفعات. إذا أنت أمام مذهب حنفي ومذهب شافعي، هنا مذهب شافعي ومذهب مالكي. حنبلي ما في؟ حنبلي حسب علمي ما إلا مع المجموعة الطلابية التي درست، ولكن تعرف هي تحرص أيضا هذه المجموعة الآن لا تتبنى. القضاء بأي مذهب يعمل؟ القضاء كان المعتمد باعتبار أنه آخر حالة كانت هي الحالة العثمانية. والإفتاء أيضا، لاحظ الإفتاء والقضاء دائما بيكون من الأحناف بحكم الحالة الرسمية نعم. العثمانية سابقا. إذن القضاء على المذهب الحنفي. نعم. القضاء على المذهب الحنفي. طيب شيخ حسن، جزاك الله خير على هذا البيان. هؤلاء المسلمون وهذه القبائل وهذه القوميات، نعم. هل بينهم أو كيف واقع التعايش فيما بينهم؟ نعم. ما هو واقع التعايش فيما بين هذه القبائل؟ هل هناك كيان يضمهم كمسلمين؟ هل لديهم مثلا أنشطة خاصة كمسلمين؟ هل يجمعهم شيء معين أم هم مع النظام عوتنا حفاش؟ طبعا نحن عشان نستوعب الحالة الاجتماعية في إريتريا أنت لابد ترجع قليلا إلى العهد الإيطالي والبريطاني. فكانت في تلك الفترة الإدارات الاستعمارية تعتمد المظلات الكبيرة، فتأتي إلى منطقة وتقول لشيخ من الشيوخ أو ناظر من النظار أنت مسؤول عن هذه المنطقة. فمثلا تأتي للحباب تقول أنت كنتيباي مسؤول عن الحباب. الحباب ما ذكرنا من هم الحباب؟ الحباب مع التجري. الحباب مع التجري، عندك حباب وعندك بني عامر وبيجوك ومش عارف هذول كله، والبيجوك والمنسع لاحظت، وعندك قبائل سمهر كلها. قبائل واسعة ما شاء الله. هذول كلهم تجد أن هنالك تركيبة أهلية كانت موجودة، يعرف إما بكنتيباي وإما بناظر وإما بنائب وكذا يعني كان، وإما بشوم. فتجد في بعض المناطق يسمى الشوم، وفي بعض المناطق يسمى دقلل، وفي بعض المناطق يسمى كنتيباي. لاحظت؟ هذه كانت مظلات كبيرة جدا تنضوي تحتها هذه المكونات الاجتماعية. بهذا الاعتبار مثلا معظم الساحل الشمالي لأنه خاضع لإدارة الحباب وكان على رأسهم الكنتيباي، تجد أن ما بينهم منضبط وفي تعايش وفي استقرار وفي كذا وفي تطور، ما كفي يعني. خلينا نقول عشان نكون أكثر موضوعية، لا تخلو أصلا الكتل البشرية من حزازيات وإشكالات بسيطة، هذه تحصل، لكن لم تكن هنالك أزمات نستطيع أن نقول كان الشعب عاجز عن أن يكون هنالك تعايش فيما بينهم. طيب هل كانت هذه الكتل قادرة أيضا أن تتعايش فيما بينها؟ من خلال متابعاتنا ستجد أنه والله مثلا شوم مناطق الماريا، وكنتيباي مناطق الحباب، ودقل المناطق البني عامر في القاش وبركة، تجد أن الاحترام والتقدير والتبادل والزيارات واحترام بعضهم البعض كان سائد. لم تكن هنالك يعني مثلا لن تسمع أنه والله كان يوم من الأيام المكونات هذه خاضت حروب طاحنة فيما بينها وعجزت أنه لم تكن هذه. بالعكس في وضعها الطبيعي العادي كانت متعايشة ومتساكنة، عندها أعرافها التي تحل بها مشاكلها. حتى لو افترضنا غاية ما يمكن أن يقع وجود قتل بينهم، وجود مثلا مزارع يحصل فيها خلافات بينهم، أيوة هذا كله خلافات العادية يحصل بين الجيران، كان بالأعراف يحسن بشكل كبير، فلم تكن هنالك إشكالات. جاءت حقيقة بعد ذلك الثورة الإريترية ودخلت هذه القبائل والمكونات في الإطار السياسي. فلما دخل الإطار السياسي ستجد معظم ما تسمع عنه من إشكالات بين المجموعة الفلانية والمجموعة هو جانب سياسي وليس جانب اجتماعي. ففي إطار السياسة، والسياسة لها إشكالات،
إشكالات الاستحقاق وإشكالات الصراع، هذا بطبيعي. تنقل أحيانا هذه النخب التي تعيش حالة السياسة، تنقل أحيانا خلافاتها إلى المكونات، فتتأثر المكونات بطبيعة الحال. فتجد مثلا شخص من قبيلة بعينها يختلف مع إخوانه الآخرين، فيحصل بينهم خلاف، وهذا يؤثر على البنية التحتية. فالسياسة أثرت بلا شك إلى كثير من وما يمكن أن نسمعه الآن أيضا من خلافات جبهة التحرير، خلافات الجبهة الشعبية. ستلاحظ بأنه التأثر الاجتماعي الحاصل هو غالبا سياسي، إنه والله مجموعات ذهبت إلى الجبهة الشعبية وقاتلت معها وانتسبت إليه، ومجموعات ظلت إلى اللحظة الأخيرة مع جبهة التحرير، وهكذا. فهؤلاء ينظرون إلى أولئك بأنه والله أنتم ذهبتم وساندتم النظام وساندتم الجبهة الشعبية وكذا، وهؤلاء يدافعون عن ما يعتبرونه أيضا رصيدا وطنيا بالنسبة لهم. طيب جميل. الرابطة الإسلامية حوت من هذه القبائل؟ تكاد تكون حوت أكثر من 90% من المكونات المسلمة. يعني لا أعرف مثلا من المكونات المسلمة إلا مجموعات محدودة من بعض الإدارات الأهلية حاولت أن تلتحق لشعورها بأن الرابطة ستقلب الموازين عليهم، فحاولوا أن يرتبطوا مع الاندنت، لكنهم ليسوا كثرة. حتى هؤلاء الذين ذهبوا كإدارات فوقية للنظام الأثيوبي والانضمام إلى الاندنت، قاعدتهم العريضة لم تكن معهم. القاعدة العريضة لم تكن معهم، وبالتالي يمكن أن نقول بأن أكثر من 90% من المكون المسلم كان منضوي في الرابطة الإسلامية. وبالتالي كانت رابطة جامعة لهذا المكون الكبير، بل اتسعت بعد ذلك لتشمل الكتلة الاستقلالية، فظلت الرابطة معها مجموعة أخرى من الهضبة الإريترية ومن غير المسلمين انضموا معها فشكلوا الكتلة الاستقلالية، وهذه الكتلة كانت من أكبر الكتل في إريتريا. جميل. يعني كأنك تريد أن تقول أن التعايش بين المسلمين والقبائل في إريتريا حاصل والحمد لله، إلا ما كان من بعض الخلافات. لكن احنا حقيقة كنا نسمع ونحن طلاب أن ثمة يعني نفرة بين بعض القبائل، نفرة شديدة. يعني مثلا قبيلة التجري، ما بين قبيلة التجري وقبيلة الجبرتة هناك نفرة، ما بين قبيلة كذا إلى كذا، دون أن أسمي حتى لا يقال لي أنت مخطئ في هذا. لكن لا كنا نسمع، في حين أيضا كنا نسمع ونرى أيضا أن مجموعة كبيرة من بعض القبائل يزوجون مجموعات أخرى من القبائل، ففي تزاوج أيضا فيما بينهم. نجد مثلا السهاوي العساورتاوي يأخذ جبرتية، ونجد الجبرتي يأخذ من بني عامر تجري، ونجد العكس أيضا. هذا التزاوج كذلك حقيقة موجود في بلادنا، لكن ما كنا نسمعه من بعض الأمور التي تدل على عدم التآلف. هل كان يعني مؤثرا في هذا أو لا؟ لكن لما تجلس عند عوام الناس تسمع كلاما غير ما تذكر يا شيخ حسن. نعم. تعليق. هو لا ينكر سبحان الله قضية الحزازات بين المكونات هنا، حتى لا نقول فقط بين المكونات المتباعدة، لا، حتى بداخل المكونات نفسها. يعني الآن ممكن تلقى داخل المكون الواحد، بل أكاد أقول لك داخل القبيلة الواحدة، داخل القبيلة ممكن تلقى حساسية، وممكن تلقى تطاول، وممكن تلقى واحد يعتبر نفسه أكثر أصالة من الآخر، هم أبناء جلدة واحدة وأبناء جد واحد وكل شيء. وهذا لعله يعود إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في قضايا لا تزول عن أمتي، التفاخر بالأنساب والطعن في الأحساب فهذه القضايا موجودة، هذه القضايا موجودة، ولكن في تقديري ليست مؤثرة ذاك التأثير الذي يجعل المجتمع. يعني نحن الآن نسمع مثلا بعض المجتمعات في أفريقيا تكاد تكون القطيعة بينها صارمة، ما موجودة هذه، بدليل كما تفضلت تجد هؤلاء نفسهم الذين يتفاخرون على بعض يدخلون المسجد مع بعض كما تفضل، يتزاوجون حتى في الزواج سبحان الله. يعني هم ممكن فيما بينهم يحرصوا انه والله بناتهم يكون الزواج فيما بينهم، لكن لو واحد ذهب واراد ان يزوج من خارج القبيله لا احد يمنعه، لا تستطيع القبيله. قضيه الصلاه ذكرتها. نعم. جزاك الله خير. ايوه. نجد التجري نعم يصلي خلف الجبرتي، هي عاديه، انا قاعد اقول لك، واذا ذهب الجبرتي الى مناطق التجري يصلي خلفه. نعم. فهو لاحظ هذه كلها من مذوبات ما تحدثت عنه من إشكالات. يعني نفس هذا الإشكال عنده إشكال اجتماعي، لكنه لما يدخل المسجد هذا الإشكال
يعني ممكن أن يتقدم أي واحد منهم، ما بتجد فيه إشكالية في إنه والله كيف يصلي بين الإمام الفلاني، هذا لن تجدها. يعني على الأقل حصلت طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة نتيجة الوعي، نتيجة الصحوة، نتيجة كذا، حصلت تطورات كبيرة جدا فيه. لكن في بعض القبائل عندها تمسك بأعراف اجتماعية معينة، خصوصا البيوتات الكبيرة. يعني بعض البيوتات مثلا إنه ما تزوج حتى داخل قبيلتها، خلك من الآخرين، داخل القبيلة نفسها هي لا تزوج إلا إيه؟ وهذا بفضل الله كسر. على كل بدأ يكسر. كسر يكسر لما وأنا أعرف حقيقة بعض في فترة من فترات كانت لجان تنشأ مثلا في بعض المناطق في محاولة كسر هذا، خصوصا بين من يرون أنفسهم الآن أهل سنة وأهل توحيد وكذا، يقول لك كيف نحن نقول والله أهل السنة وإخوانه مع بعض ويكون في ابن قبيلة آخر ويجيني لبنتي وأنا أقول له والله نحن القبيلة لا تعطي. فبدأت بعض الناس تكسر هذا الأمر وتنتمي إلى حالة منهجية أكثر من حالة إيه؟ حالة قبلية. هذه موجودة على كل وبدأت يعني. لكن في الشأن الاجتماعي عموما أنا في رأيي ليست هنالك مشكلات عويصة لا يمكن حلها. يعني ليست عندنا تلك الإشكالات اللي ممكن نقول والله الشعب الأريتري فيه إشكالات هائلة يصعب أن تحل، ما موجودة. جميل. طيب هؤلاء القبائل ومعظمهم مسلمون يعني حقيقة، هل لديهم كيان يجمعهم؟ إذا كان النظام كما تفضلت هو يرى أنه لا يجمعهم على الجانب السياسي وإنما يجمعهم على الجانب الثقافي فقط. نعم. طيب أنتم يا مسلمون لديكم حقوق إسلامية، يعني بناء المساجد الاهتمام بها، بناء المدارس الاهتمام بها، وحدة الصف المسلمين. أنتم تعرفون الله عز وجل أمركم بأن تكونوا وحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآيات في هذا كثيرة. يا أيها الذين آمنوا، حتى النداء دائما بصفة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، بصفة عامة. نعم. يعني نعم. يجب علينا أن نكون وحدة متعاونة. نعم. هل هناك محاولة من قبل المسلمين أن يكون لهم كيان غير سياسي ولكن كيان مثلا كيان تعليمي، كيان تربوي، كيان تعاوني على البر والتقوى يجمع هذه القبائل وهذه القوميات كلها بصفة دينية؟ هل وجد هذا؟ وهل النظام يسمح بهذا؟ النظام لا يسمح ولذلك لا يوجد. النظام لا يسمح بأي شكل من أشكال التكتلات. تكتلات يعني ممنوعة. تكتلات ممنوعة حتى ولو داخل، يعني لو استطاع يسمح لك داخل القرية انه والله بس تفكر في قضية مسجدك وصيانته وكذا، جزاه الله خير، يعني اكثر من كده. اما ان تفكر بانك انت تجمع القبيلة وتؤهلها وتطورها وتطالب بحقوقها، هذا الكلام غير موجود. لا، السياسة لهم. لا انا اقول حتى في الامور السياسة لهم، القيادة لهم. اتركوا لنا احنا ديننا. ليس اتركوا لنا ديننا. ليس لك ان تجتمع دينيا، بل هو يرى ان الاجتماع الديني اصلا بالنسبة له اشكالية، هكذا يراه. يعني بالنسبة له مهدد من المهددات الوطنية إنه والله يكون هنالك اصطفافات دينية ولذلك من العوامل التي دفعته إلى أنه لا يجعل الناس يصلون داخل الجيش هي محاولة أن لا يعرف بأنه والله في مسلم وغير مسلم داخل الجيش. هذه واحدة إشكالات على كل التصورات الخاطئة. يعني هو لا يستطيع أن يستوعب التنوع، عنده مشكلة. يعني مجرد أن يكون في آخر يظهر بشكل وبهيئة وبلون وبطعم، هذا مرفوض. طيب يا شيخ حسن، قيادات هذه القبائل ألا تفكر أن النظام 98% نصارى أرثوذكس؟ نعم. وليس فيهم ولا واحد من هؤلاء القبائل. نعم. ماذا سيكون مصيرهم؟ يعيشون المرارة فقط الآن، يعيشون المرارة. كان يعني يتصورون، ما يفكرون بشيء. كانوا في فترة من فترات شيخ برهان، كانوا في فترة من فترات على الأقل خلينا نقول إلى يعني المطالبة بحقوق المسلمين. هل تعني انقلاب على الدولة؟ أنا أطالب بحريتي، أطالب بحقوقي، أطالب، هذا لا يعني. يا أخي أنت أحكمنا. هو بالعكس يا أنت أحكم، ما في إشكال، السياسة لك، اذهب ما شئت وكذا. لكن لماذا أنت تحاربني في ديني؟ يعني هل القبائل لا تطالب هذه القبائل أولا بوحدة الصف؟ يجب أن يكون. طيب إذا كان هؤلاء القبائل يا شيخ حسن لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا في داخل إريتريا، طيب في الخارج هل قاموا بشيء من هذا القبيل؟ والله شيخنا للأسف الشديد في كثير من المناطق الآن، مناطق الوعي أليست أوروبا؟ يعني الذين يعيشون في أوروبا أليسوا أكثر الناس وعيا؟
للأسف الشديد ستلاحظ الاصطفافات التي ذكرتها، الحساسيات في أكثر في أوروبا منها في المناطق الأخرى. يعني مثلا الآن في مناطق اللاجئين الناس مندمجة داخل المخيم الواحد، تلقى الجبرتي مع البني عمراوي مع النارة مع سبحان الله، ويتزاوجون ويعيشون عايشين حياتهم المخيم لأنه جامعهم، وثم أبنائهم يدرسون مع بعض فتستحسن، ويصلون مع بعض ويصومون مع بعض. للأسف الشديد الذين ذهبوا إلى أوروبا صارت الحالة حالة الاصطفافات على كل ما نسمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس، يعني ما نسمعه أحيانا في السوشيال ميديا، في الإساءات المتبادلة بين المجموعات، تكاد تقول والله معقول هذا هو الشباب الذي نشأ في إريتريا وتربى في ساوى التي تدمجه، هذا كان تصورا. إذا به تجد والله هنالك حالات من للأسف هذه قائمة. طيب ما المانع أن هذه القبائل تجتمع خارج، إذا كان النظام لا يسمح في الداخل خارج إريتريا، ما المانع أن يجتمعون ويكون لهم مثلا كيان يربطهم، يكون لهم مثلا نشاط يعني يتعاونون فيما بينهم؟ نحن أمة واحدة، إريتريا تجمعنا، الأرض يجمعنا، الدين الإسلام يجمعنا، قبلتنا واحدة، ربنا واحد، ديننا واحد. تعالوا نتعاون على البر والتقوى، نعلم أبناءنا، نربي أبناءنا، يكون لنا يعني أنا أعتقد إذا قامت هذه القبائل بهذا التعاون في الخارج، أعتقد سيكون لهم احترام في الداخل. أكيد أنا أعتقد ذلك. نحن فترة من فترات سبحان الله في شرق السودان شكلنا شيء اسمه الهيئة الشعبية لأعيان وجهاء إريتريا، وظللنا أي وجيه من الوجهاء أدخلناه معنا في هذه فكانت آثارها كبيرة جدا سبحان الله، يعني آثار الاجتماعية والآثار النفسية وبناء الثقة والاحترام المتبادل، وكنا نعمل لهم كثير من البرامج والندوات واللقاءات. هذا طبعا الآن الوضع ضعف، لكن أنا أرى من الأولويات الكبرى يا شيخ برهان في المرحلة القادمة إنه لا بد من حالة التلاقي الاجتماعي إن صح التعبير، والتلاقي الذي يبني الثقة فيما بين هذه المكونات، والشعور بأننا أمة واحدة. الله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فأنت لا يمكن أن تقول لي والله أنا أريد أن أتفرق وأريد أن أكون في نفس الوقت قوي. الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا مع الأسف يعني الداخل معذور برفض الكيان، صحيح، على الأقل الخارج ليس معذورا. لماذا لم يقدم شيء؟ طيب أنتم في رابطة علماء إريتريا شيخ حسن، نعم، مكونكم في رابطة علماء إريتريا مكونكم ممن؟ نحن طبعا مكوننا هو مكون علمي، يعني من أصحاب الدراسات الشرعية، ولكن فينا سبحان الله خصيصة الاجتماع من الكل، يعني كل من له وصف شرعي سواء كان من الجبرتة أو كان من التجري أو كان من البلين أو كان من الساهو أو كان من الحدارب، أي مجموعات هذه التي تحدثت عنها يحمل هذا الوصف، فإن رابطة علماء إريتريا تستوعبه، وتكاد تكون بفضل الله سبحانه وتعالى ليس فقط في الغالب قد استوعبت تقريبا هذه الحالة، وكانت أيضا مرعية بشكل كبير، يعني أنه اليوم فينا العفار وفينا الساهو وفي كل هذه، وهذا شيء جميل، هذا على كل موجودة بفضل الله. هذه ظلت على الأقل الآن كحالة علمية يفترض أن تكون قدوة لمن بعدها. وفي نفس الوقت برضو نشير إلى أن أيضا هي حالة علمية جامعة اجتماعيا، ولكن أيضا جامعة فكريا. يعني داخل الحالة موجود كل الطيف الإسلامي الذي يمكن أن تجد الصوفي، وممكن تجد السلفي، وممكن تجد الإخواني، الكل موجود داخل هذه وظللنا بفضل الله سبحانه وتعالى خلال 10 سنوات الماضية هنالك قدرة في أن والله هذه الرابطة تكون معبرة، وعندها زي ما يقولوا قرون استشعار مما يؤدي إلى الإشكالات. فظللنا نلتقي على الجوامع الكبرى وعلى الكليات الكبرى، واستطعنا بفضل الله عز وجل نتيجة لهذا الموضوع يمكن كثير من مشاريعنا اليوم بفضل الله صارت هي المشاريع الأنجح والأبرز، وإن شاء الله تكون الحمد لله رب العالمين. أخيرا نختم، واقع الأحزاب السياسية المعاصرة الموجودة، واقعها للأسف الشديد سيء، لا يسر الصديق وقد يسر العدو، والسبب في ذلك أن أحزابنا لا زالت تفكر بعقلية تقليدية، بعقلية وكأنما نحن داخل إريتريا ودخلنا البلد ونحن الآن أمامنا الصراع السياسي لمن يحكم البلد، بينما نحن خارج السلطة تماما، وخارج الدولة، وخارج التاريخ، وخارج الجغرافيا كما يقولون، خارج حلبة الصراع. فإلى هذه اللحظة على كل القوى السياسية في تقديري لم تكن بمستوى
الأداء المطلوب من الناحية السياسية، الأداء المطلوب من حيث تجميع الناس ووحدتهم. ونأمل إن شاء الله المجلس الوطني في اجتماعه القادم، خصوصا شهر 12 ولا شهر يناير، ما أدري، على كل الفترة القادمة سيكون قريب إن شاء الله، أن يصل بالناس إلى محطة على الأقل تكون فعلا جامعة وتنقل الناس نقلة كبيرة، وإلا سيجعل الناس يفكرون في البدائل. هذه يجب أن تكون واضحة عند الناس، يعني لن ينتظرك دائما الناس طويلا. جميل. ينتظرك بعض الله الوقت. المستعان. مشاهدي الأكارم، استمتعنا بهذا الحديث الطيب المبارك مع شيخنا شيخ حسن سلمان فيما يتعلق بوحدة المسلمين في إريتريا. بلا شك ولا ريب أنه لا يكون لنا قوة ولا يكون لنا سعة ولا يكون لنا استقرار إلا إذا اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله نحن كمسلمين إريتريين في الغالب ولله الحمد والمنة قد تعايشنا فيما بيننا ونحب بعضنا بعضا. هناك نسبة من الحب بيننا كمسلمين متواجدة، وهناك أيضا نفرة بيننا أيضا متواجدة، ولكننا أقرب إلى ما نكون إلى وحدة، فيمكننا أن نتحد، لأن ربنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، وديننا واحد. ليس هناك أمر يجعلنا نختلف أو نفترق. إذن يجب علينا وجوبا أن نكون وحدة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كما أنه يجب علينا أن نلتف تحت علمائنا ومشايخنا ونحترم قادتنا من أهل العلم والفضل، كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بلا شك أن أولي الأمر هم العلماء ابتداء. هذه حقائق يجب أن نقبل بها ونؤمن بها، فإن اتحدنا خلف علمائنا واجتمعنا تحت توجيهاتهم الكريمة يقودنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فسوف يكون لنا شأن. أما إذا ابتعدنا عن هذا فسوف نظل في دوامة لا نستطيع أن نتحد. ولا ننسى ما قام به أجدادنا سابقا بجميع قبائلهم في الرابطة الإسلامية. حتى ألقاكم الأسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.